السلام عليكم. غادي نلتحق بالموضوع ديال ايمن سيمباي لسبب واحد فقط، هو دوك الاشاعات ديال التعويض اللي كتبوا عليه والاكاذيب وبزاف ديال الحوايج اللي تيحاولوا يروجوها من خلال الموضوع ديالته. هاد ايمن سيمباي هو انسان عادي بحالو بحالكم، لا اقل ولا اكثر. كانت عنده قناه كان تيدير فيها المحتوى ديال الخوف. المحتوى ديال الخوف راكم تتعرفوا كيفاش تيكون، ضروري ما خاصو يصور في الغابه، غابه قريبه، جريده قريبه، وخاصو يصور شي منزل خاوي ولا منزل آيل السقوط ولا طاح وبقى منه شي شويه، ولا مثلا ما تكملش بالبني، ولا شي حاجه هكا سهله ماهله تخليها وتخرج منها تيمشي يصور فيها. كيفاش تيديروا؟ تيكريو دار اللي تتكون قريبه من هذيك الغابه الصغيره ولا هذيك الجريده اللي فيها واحد شويه ديال الغابه، تيمشيو يصوروا فيها وتلقاو مثلا شي دار هكا مهرسه وهدموها وبقى منها واحد شويه، تيدخلوا ليها تيصوروا فيها حتى هي، تيشعلوا الديوان باللي زعما راه تيشوفوا واش كاين شي حاجه، واحد شويه تيشوف شي حاجه تتزعزع، واحد شويه تيغوت، واحد شويه تيقول شي كلمات. عادي يا الاخوان، هذا محتوى ضروري ما خاصو يدير بحال هكا باش يروج لكم انه زعما تيدير محتوى ديال الخوف. هادو هما الشروط ديال هاد المحتويات هادي، هكا خاصها تكون امور عاديه. انما نتوما بيني وبينكم واش تتشوفوا شي حاجه؟ واش عمركم شفتوا شي حاجه تحركات؟ واش عمركم شفتوا شي حاجه جات عندكم؟ واش شفتوا شي جسم ما مصنوع من حتى شي حاجه بان في هذاك الفيديو؟ ما شفتوا حتى شي حاجه. نتوما تتشوفوا شي حاجه تحركات هكا هو تيحركها لكم باش تشوفوها، تتشوفوه غادي تيجري مخلوع، تتشوفوه هكا تيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هادو هما الامور اللي تتشوفوهم هو تيديرهم لكم. ما شفتوا حتى شي حاجه. شفتوا الجن؟ ما شفتوهش. شفتوا شنو؟ شفتوا؟ ما شفتوا حتى شي حاجه. فانا تنتكلم معكم بالعقل، وبغيتكم تحضروا عقلكم معايا، لان انا راه ما عنديش مع التخرويض وما عنديش مع الكذوب وما عنديش مع داك ننشر لكم شي افكار هكا ديال الخيال العلمي. فالخيال العلمي بخصوص هاد الامور ديال الشعوذه وديال فاش غادي نقول لكم هاد ايمن سيمباي راه عنده سبب واحد من الاسباب، هو انه كان بخير وسلام عليه، يعني واحد شويه امرض. كيفاش مرض هاد الولد هذا؟ كيفاش حتى بدا تيتسطى؟ هاد الولد هذا بدا تيتسطى لانه تيتعاطى، تيتعاطى هادوك المخدرات اللي تيدخنهم. هذاك الكارو اللي شفتو في يديه هذاك هو سبب الهم وسبب البلا كله، وهذا الشيء هو اللي ما باغينش يروجوه لكم. وعوض هذا الشيء باغيين يروجوا لكم شي حوايج اللي هي ما كايناش، باش تبقاو محمقين دماغكم ويبقى دماغكم مريض، وما تبقاوش عندكم ما تبقاش عندكم الصوره واضحه والرؤيه واضحه. ديما تبقاو ديروا الاسباب في شي حوايج اللي هي ما كايناش، وتمرضوا ريوسكم وتخليو ريوسكم عايشين في واحد الدوامه اللي هي مريضه، باش يخليوكم مدوخين، باش ما تشوفوش الحياه، باش يخليوكم مدوخين. كلشي تردوه لشي حوايج اللي هي اصلا لا اساس لها من الصحه، والمفهوم ديالها اصلا غلط. واصلا نتوما كناس مسلمين ما خاصكمش ترضاو تكونوا بهذيك الصفات وتكونوا بهذيك العقليه. راه عيب عليكم وحشومه. راه حشومه تكون مسلم وتكون تتخاف من الجن. راه حشومه وعار تكون مسلم ويكون الجن تيشكل لك واحد الرهب وواحد ما عرفت شنو، وعندك عليه افكار مغالطه، وعندك عليه افكار ما فهمتش انا منين تجيبوا هاد التكلاخ هذا وهاد الخماج هذا. نكملوا على الموضوع، ما نمشيوش بعيد. هاد الولد هذا شوفوا، فاش يكون شي انسان اللي هو ناجح وحقق نجاحات وهو مازال صغير وتتبعوك عليهم الناس تتبعوك على هاد الاشياء اللي بحال هكا، تتكون انت مازال صغير وتتحقق نجاحات وتتحقق يعني مدخول كبير، وتكون عندك بزاف ديال الابواب تتحل يعني تتحل في وجهك، راه تيكونوا عندك بزاف ديال الحساد وبزاف ديال الحقاد اللي تيبغيو يطيحوك، سواء من اصدقاء قدام، ولا من اصدقاء يعني قدام اللي كبروا معاك في السنوات ديال الدراسه، ولا اصدقاء اللي عاد تكتسبهم. خصوصا في العمر ديال هذاك ايمن سيمباي تيكونوا بزاف ديال الدراري اللي وجوه الشر وناويين على الشر وتينتقموا بدون سبب، وداك الحقد تتكون عندهم باسباب تافهه واسباب فارغه. فهو تيقرر ان يعني هذاك اللي تيحقد تيقرر انه ينتقم من هذاك الشخص، وتيبغي يشوفه في اسفل السافلين من نهار ضاع ليه كل شيء ومشى ليه كل شيء. فالسبب الوحيد الاخوان، فتحوا دماغكم مزيان وما تبقاوش تمشيو للخزعبلات، هو ان هذا الولد هذا هو واللي بحاله ملي تيكونوا تيكميو ملي تيكونوا تيكميو تيبداو يجربوا شي انواع. فاما هذا الشيء حد دار ليه شي نوع وعطاه يكميه، وهذاك النوع يعني دغيا تفاعل معاه وحمقه، واما هو كان زاعم على شي نوع وكان تيكميه ودوز به واحد المده، ومن بعد لعب ليه على العقل بشويه بشويه حتى فاراه في مره. واما
غادي يكونوا صحابو داروا ليه شي ماكيده كما قلت لكم، وداروا ليه شي عشبه جديده ولا شي زمره جديده في هذاك الكويغط اللي تيدوروه وتيكون كارو تيكميوه. فهادو هما الاسباب علاش، لاننا حنا ناس كي بحالنا كي بحالكم تنعيشوا في الحياه وتنشوفوا ناس تيكونوا عاديين حتى تيحماقوا. والنوع اللي تنشوف انا بزاف واللي ما تيحماقش شنو تيوقع عليه الوسواس، الشك. بزاف ديال النساء مجوجين برجال اللي هما مرض وهما تيسحاب ليهم باللي هذاك الراجل راه تيغير عليهم، وهو هذاك الراجل راه ما تيغير عليهم ما حتى شي حاجه، ما حتى لعبه. هذاك الراجل عنده واحد الشك تكون ليه بهذاك الشيء اللي تيكميه، لان هذاك الشيء اللي تيكميه كاين شي حوايج خطر الا ضفتيهم ولا زدتيهم صافي تتفورا، يعني تيمشي لك العقل صافي تتسطى. فبزاف ديال الناس اللي تنعرفوهم ما مشاش ليهم العقل، بقى ليهم العقل، ولكن عندهم واحد النوع ديال الوسواس كبير بزاف. يعني اي حاجه تيشكوا فيها، تيشكوا في المراه فين غادا، تيدير عليها العساس، تيدير عليها شي حد اللي تبعها فين تتمشي وفين تجي. هي تتكون في الاول تتكون فرحانه تسحب بها بلي هو راه تيغير عليها وبلي هو راه تيتهول عليها، وهو ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. هو انسان مريض بالوسواس لدرجه ان الاكل ديال الام ديالو مثلا الا طيبات يقدر يشك فيه انه تكون فيه شي حاجه، تكون فيه شي مكيده ليه. وجهه الا شافه في المرايه يقدر يشوف داك الوجه ديالو يكون زوين بزاف، ولكن هو يشوفه وجه خايب ما فيه ما يتشاف، وباللي وجهه تيبان عليه التعب وتيبان عليه واحد الكحوله وتيبان حالته. فهمتوا؟ هذاك الشيء اللي تيكميوه تيخليوهم يعيشوا في اوهام ويعيشوا في الشك. علاش تلقى واحد الراجل اللي تيبدا يضرب الزوجه ديالته وتعطيها اسباب ما كايناش، وتيبدا يضرب الزوجه ديالته والزوجه ديالته تتبقى صابره. هذيك الزوجه اللي تتبقى صابره ولا هذيك الام اللي تتبقى صابره تيجي واحد النهار وتقتلها باش يتهنى منها، لانه هذاك الشك تيبقى ينخر فيه. راه تنعرفوا بزاف ديال الناس اللي تزوجوا 5 ديال المرات و6 ديال المرات و7 ديال المرات وعاد تيطلقوا. علاش؟ لان الوالدين ديالته تيخبيو النوع ديال المرض ديالته وتيخليو هذيك العروسه تخدع فيه. وبزاف ديال العرايسات تيكونوا بريئات وما فاهمينش شنو واقع في الدنيا، ما عارفينش الناس كي دايرين وشنو الديفويات اللي ممكن يكونوا فيهم، فتتلقاهم تيتزوجوا بهذيك البساطه وتفسروا هاد التصرفات تفسروها بانها عاديه، بانها غيره، بانها ما عرفت شنو بحال هكا، فتيجيبوا الربحه. يعني الانسان في 2023 ما بقاش عنده الوقت باش يكمي، ومع ذلك تتلقى الناس تيكمي وما عرفتش علاش. الانسان في 2023 في هذا الوقت هذا ما بقاش عنده الخاطر باش يستحمل الدخان ويستحمل الحراره ويستحمل انه يخسر سنانه. يعني ما فهمتش علاش اصلا مازال تتكمي، وعلاش راه كاين الناس اللي ما تيقدوش يجلسوا حدا هذاك اللي تيكمي ولا يتحملوا الفم ديال هذاك اللي تيكمي. يعني صافي هذه راه 2023 ما بقاش يعني ما بقاش شي حد غادي يكمي. يعني ما بقاش غتقولوا لي باقي الناس تيكمي وعاده زادوا تيكمي، ولكن راه العقليات تبدلات. راه ما بقاش عند الانسان علاش يكمي. لان الكمايه هي واحد الحاجه اللي ما عندها حتى دور في الحياه، مضيعه الوقت ومضيعه الجهد ومضيعه والناس هذاك الانسان اللي تيكمي غير تيخلي الناس ينفروا منه. بصريح العباره، لا كان شي حد تيسمعني وكان تيكمي حط عليك الزمر بدل حياتك. نكملوا في الموضوع، نكملوا على الموضوع. دابا غادي ندخليكم في الموضوع ديال الجن. ما تخافوش، ما غاديش نقول شي حاجه اللي بالنسبه للناس اللي تيخافوا داكشي، ما تخافوش، غنهضر عادي. كاين الناس اللي عندهم معتقدات مخروضه، تخربيق وكذوب. شوفوا انا نقول لكم، الجن تيعتبر راسو شوفوا انا تنتكلم معاكم دابا وانا ساده عليا وانا بوحدي، وما كاين لا خوف لا حتى شي حاجه. انا تنخاف غير من سراق الزيت تنخاف منه، انما الجن ولا شي حاجه من غير سراق الزيت ما تنخافش منها. علاش تنخاف من سراق الزيت؟ لان ما تنقدرش نتحمل الشكل ديالته، نتحمل الشكل ديال الحيه اللفعه، نتحمل الشكل ديال العقرب، ما نتحملش انا الشكل ديال سراق الزيت، ما تيعجبنيش، ما الشكل ديالو ما تنقدرش نتقبلو، ما تنقدرش نقرب ليه ولا نشوفه. هذا الشيء اللي كاين، يعني هذه الفوبيا اللي عندي انا. شوفوا نكمل لكم دابا، انا كنخرج من الموضوع خاصني نثبت معكم. الجن هو كان يعتبر راسو باللي هو اكثر شخص مخلص لله، واكثر شخص اللي هو خاصو يكون قريب لله، وخاص الله يخلقه بامتيازات اللي تكون غير عنده هو، ما عند حتى شي حد من غيره. فهمتوا؟ ملي خلقنا حنا ربي خلقنا حنا، خلق معنا بزاف ديال الامتيازات. شنو هي هذه الامتيازات؟ هو اننا حنا تنتحكموا في الطبيعه. ملي حنا تنتحكموا في الطبيعه بحالاش
يعني حنا اللي تندبحوا الحولي، حنا اللي تندبحوا الدجاجه باش كناكلوها، حنا اللي تنحكموا على واحد الحشره واش تعيش ولا ما تعيش. انا ممكن نكون دايزه الا ما شفتش مثلا ولا ما كنتش مسوقه نقدر مثلا نعفط على النمل، فهمتوا؟ فهادشي حنا اللي تنتحكموا في الطبيعه. ممكن نخليو الشجر، ممكن ناخذ داك الشجر ونهرسوه وندمروه باش نستعملوه، فهمتوا؟ يعني حنا اللي تنتحكموا في الطبيعه. فهذه واحد المساله اللي عطاها لنا الله اللي هي عظيمه. تصوروا هذاك الشيء كله اللي خلق في الكره الارضيه سخروا للانسان. فملي اعطانا هاد الامتيازات كلها الله سبحانه وتعالى، هذاك الجن ولا الجان ما بغاش، لانه هو تيعتبر راسو هو اكثر شخص اللي مخلص لله، اكثر منا. هو قال ليه انا غادي يكون مطيع لله ومخلص لله احسن منا، وهو اللي خاص تكون عنده الامتيازات اللي ما يجيش شي حد من بعده تكون عنده، فهمتوا؟ زعما ماشي امتيازات، ما خصنيش نقول هذا المصطلح، ولكن زعما ما يكونش الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الصفات كلها ومسخر لنا هذا الشيء كله. فالجن شنو دابا تيحاول يدير؟ الجن تيحاول انه يثبت لله سبحانه وتعالى ان هذا الانسان هذا اللي كرمتيه وكرمنا بني ادم، اللي كرمتيه وشحال عطيتيه من حاجه وشحال درتي ليه وسخرتي ليه الطبيعه والارض والكوكب كله ليه، كله بداك الشيء اللي فيه كله ليه، بالحيوانات بالاشجار باي حاجه، بالماء بالانواع ديال الاماكن، داكشي كله سخروا للانسان. قال لي هذا الانسان هذا ما غاديش يطيعك كما انا كنطيعك، كما الجن تيطيعك. قال لي هذا ما غاديش، هذا الانسان اللي خلقتي وزعما ما غاديش يكون احسن من الجن. فالجن فاش شاف باللي حنا زعما كانسان يعني عندنا هادشي كله ما بغاش، وغادي يتحدى في هذه المساله هذه ديال المساله اللي غادي يتحدى فيها هي المساله ديال الدين. المساله ديال الدين ماشي ديال انك تصلي ولا ما تصليش، ولا انك مثلا تصدق ولا ما تصدقش، لا. هو الجن تيركز مزيان على المساله ديال الشرك بالله. علاش يركز على المساله ديال الشرك بالله؟ لانها هي كل شيء، ولانها هي المساله الوحيده اللي ما تسامحش فيها الله سبحانه وتعالى. ما هذا الشرك ما تيتجاوزوش الله سبحانه وتعالى، ما يتجاوز لكمش هذا الشرك بالله نهائيا. ودابا الجن تيحاول انه يعني يخلي الانسان يشرك بالله ويخليه يخرج من الدين، ولا مثلا غير يشرك بالله ويشرك بالله وديك الساعه يرجع يصلي ولا يرجع يصدق ولا شغلو هذاك. المهم راه الشرك بالله راه صافي، هذاك الجن خرجوه من الطوع ديالته. هادو هما الاهداف اللي عند الجن. اما باش تقول لي الجن غادي يسكن فيك، اش غيدير بيك؟ ولا الجن غادي يضربك ولا غادي يدير لك؟ واش غادي يدير بيك؟ اش عنده ما يدير بيك الجن؟ يضربك ولا يحمقك؟ مثالي ليك انت يحمقك، اشنو غادي ينتفع؟ اش غتزيدوا ولا تنقصوا ملي غادي تحماق انت؟ والجن ما عندوش هذه الامكانيه هذه. علاش ما عندوش هذه الامكانيه؟ لانه الاخوان الجن راه ما تيعلمش الغيب، ما تيقدرش حتى يعلم الغيب، وغير يعلم الغيب ما تيقدرش. هو الجن فاش شي حد اللي تيكون قاري بزاف على هادشي ديال السحر وتيعرف يحضر الجن وتيعرف يتكلم معاه وتيكون فعلا كافر يعني الجن تيعرف شنو كاين، يعني تعرف الانسان واش هو كافر ولا ما ولا هو غير تيدير راسو كافر. فاش يكون هذاك الانسان فعلا كافر بالله، تيجي هذاك الجن وتتحاور معاه وتيقول ليه زعما انا نكون خادم لك. الجن تيخدم البشر، ماشي الجن تيضرب البشر. الجن تيكون غير خادم البشر، هو باغي غير يخدمك. اش غيضرب فيك ولا غادي يسكن فيك ولا عماره انت ولا ابارتمان انت؟ فهذاك الجن تيقول ليه انا زعما نكون الخادم ديالك. كيفاش غادي يكون الخادم؟ انه غادي يجيب الكلام من الفوام ديال الناس اللي تيتكلموا، غادي يسمع، غادي يتصنت، ماشي غادي يعلم الغيب. ما تيعلمش هو الغيب نهائيا، هو تيسمع الكلام اللي تيدور ما بين جوج ديال الناس اللي تيكونوا تيهضروا. هادشي اللي تيعرف تينقل الكلام اللي تيتداول ما بين اشخاص، ما بين الانسان مع بعضياته، تينقل داك الكلام اللي تيدوز بيناتو وتيجيب الخبارات. هادشي علاش هادوك صحاب الكنوز ما تيلقاو حتى شي حاجه، لانه الجن ما يقدرش يعلم الغيب. هما تيسحب لهم بلي الجن تيقدر يعلم الغيب. الجن الا سمع شي حد مخبي شي حاجه تحت شي تراب ولا كان في عام 2000 وما عرفت شنو، ممكن. اما الا ما سمعش راه ما كاينش. يعني باش تعرفوا الدور ديال الجن شنو هو، الدور ديال الجن هو يخرجك من العباده ديال الله سبحانه وتعالى ويخليك تشرك به. هذاك هو الفوز ديالو العظيم، يخرجك من الدين. ما عنده الغرض لا يضربك لا يحمقك لا يسكن فيك لا حتى شي حاجه. ما عنده غرض فيك. هو الغرض ديالو هو انك انت ما تبقاش تتامن بالله سبحانه وتعالى وتولي انسان ضعيف بدون شخصيه تنساق من وراه.
بحال هذاك الطفل هشام اللي تختفى بمدينه تازا دوار يغلن، اللي شفتي فيك فرات ما نعرف شحال من واحد، اللي خلات الناس متيقه باللي بصح واحد الشوافه غادا توريه. هذاك الطفل ما رجعش بان وما رجعش ليه الاثار، لان هذوك الدعوات ديال الناس جاو شي وحدين وقلبوا داك الدعوات وداك وداك داك التعب ديال التفتاش وداك الاعلام اللي انتشر على هذا الولد هذا تيقلب عليه، تقلب لواحد التشعويض، لواحد الفيديو اللي كلشي تيتسنى فيه واحد الشوافه هي اللي غادا توريهم فين كاين الولد والاب متيق. هذه هي الاكبر فضيحه واكبر اش غادي نقول لكم، هادشي يدمي القلب. كتشوف واحد الاب اللي متيق ومن نيته وغادي وتيقلب معاها وتيقلب معاها يعني في التليفون، وتيشوف في الغابه هكا تيقلب من هنا ومن هنا باش يشوف فين كاين ولده، تتقول ليه راه ولدك كاين في البلاصه الفلانيه. صافي، واش انت امنتي بهذيك السيده؟ امنتي بانها مشعوذه وبانها عندها طاقه ما كاينش عند الله؟ امنتي بان هذيك السيده يعني تتعلم الغيب؟ اش باقي بغيتي تدعي انت الله؟ واش باقي بغيتي انت تكون ترجى الله يظهر لك داك الوليد؟ فهمتوا الفكره؟ داكشي علاش انا قلت لهم في الفيديو هذا الولد هذا راكم ما غتلقاوش نهائيا، ما غيتلقاش هذا الولد هذا، لان ما يمكنش الواحد يتحدى الله سبحانه وتعالى. ماشي انت واحد شويه تتدعي الله وواحد شويه مشيتي وصافي انت في لحظه ضعف مشيتي متبع ليا واحد المشعوذه اللي صافي الا جاك واحد المشعوذ وامنتي بداكشي اللي تيقول لك راك صافي راك خرجتي من دين الله. صافي هذه هي الخلاصه ديال الموضوع. فالاخوان راه ما كاين لا جنتي يسكن ولا جنتي تعمر ولا جنتي يدير لي زيطاج ولا حتى شي حاجه من هاد المواضيع. راه كاينين الناس تيمشيو يباتوا في الغابات تيديروا الخيام، كاين يعني شخص واحد تيدير الخيمه في واحد الغابه في الواد كاع حدا الواد، وتيكون ظلام وتيكون ما تيكونش الضوء سكات وعادي. كاينين الناس اللي تيباتوا في منازل مهجوره فاش تكون الشتا تطيح، كاينين المتشردين تيباتوا في ديور اللي تيكونوا خاويين، كاين بزاف ديال الامور وعادي ما تيطرح حتى شي حاجه، ما تتوقع حتى شي حاجه. كاينين الناس اللي تيمشيو تيقراو دوك الكتب وعادي تتقراهم ولكن انت ما تتامنش بداكشي، وعادي الا كنتي تتقرا شي حاجه غادي تحلم بها ولا كنتي تتفرج في شي حاجه غادي تحلم بها. امور عاديه، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي غريبه ولا اللي هي عادي. غادي تتفرج مثلا واحد المسلسل اللي غادي يقيسك، مسلسل ديني غادي يقيسك غادي تحلم به، غادي تتفرج في واحد الفيلم ديال الخوف اللي غادي يقيسك يقدر انك تحلم به. عادي، امور عاديه. علاش ما تتفسروش الامور بهذه البساطه هذه؟ ونعطيكم اكبر دليل على ان هذا الجن هذا ما تيسكن فيك، ما عنده الغرض يضربك، ما عنده الغرض يحمقك، ما عنده الغرض حتى شي حاجه من هادشي اللي تتقولوا ديال الامراض وديال التخربيق. هو باغي غير تشرك بالله، شرك بالله وصافي. هذا هو المراد ديال الجن، هادشي اللي كاين. ولو اكبر دليل على ان هادشي اللي تنقول لكم هو اللي كاين، هو هذاك المريض اللي تيكون مريض وفاش تيقراو عليه ما تيتحسنش، ما تيوليش بعقله. نجيب نتحداكم ونجيب لكم شي حد حمق قراو عليه ما غاديش يرجع الرشد ديالته، لانه عنده اضطراب دماغي، عنده نقص في المغنيسيوم، عنده نقص في ما عرفت شنو، عنده داكشي تيتفسر علميا. اما باش تقولوا لي واحد الانسان كان مسطي وغادي تقرا عليه وغادي يولي بعقله، هذه راه ما كايناش. وهذا هو اكبر دليل على ان الجن ما تيسكنش في الانسان، لان الا الجن كان تيسكن في الانسان اون فوا غادي تقرا القران خاصو يخرج. هادشي اللي تنعرف انا. علاش؟ لان القران هو كل شيء، وما كاينش شي حاجه اللي تتغلب الله سبحانه وتعالى، وما كاينش شي قوه اللي اكثر من الله سبحانه وتعالى. واش الجن اللي ما تيقدرش حتى يعلم الغيب غادي يدخل في الانسان؟ واش نتوما مسطيين؟ واش نتوما تفاريتوا في عقولكم؟ راه اللي مريض راه مريض، عنده مرض. واللي اللي تيكون عنده شي حاجه هكا تيكون عنده مرض نفسي ولا تابعينه بالعين. هادشي اللي كاين، ولا عاطينه بالعين. هادشي اللي كاين. وهذوك الناس اللي تيكونوا موكلين بمعنى تياكلوا شي حاجه مسمومه، شي حاجه اللي تتمرضهم. هادشي اللي كاين. بغيتوا تثيقوا بالخزعبيلات وتبقاو عايشين بواحد الطريقه معذبه بصحتكم، بغيتوا تعيشوا بطريقه مريحه ويكون عندكم تفكير سليم وتفكير ديال العقل والتفكير ديال الانسان اللي هو دياني والتفكير المحترم ديال الانسان المسلم المحترم، مرحبا. بغيتوا تكونوا مسلمين دون المستوى، شغلكم هذاك. انا راني شرحت لكم، كنقول لكم الله يهديكم والله يرضي عليكم. هذوك الافكار الخاويه بعدوها عليكم. المسلم راه خاصو يكون مسلم محترم، ما خصوش تكون تيهزو الريح، ما خصوش يكون تيخاف من شي حاجه، وما خصوش يكون العقل ديالو صغير دغيا، صغير تيقبل الخرافات وبالخزعبيلات دغيا. المسلم راه خاصو يكون مسلم عن حق واستحقاق،
خاصو يكون قلبه جامد وخاصو يكون يفكر بالعقل. فهمتوا؟ وبعدونا المخدرات هما اللي تيديروا لكم هذا الويل كله. السلام عليكم.